عربيه ام جي 5 فئه اللكشري سعر الرسمي 900000 وسعر الاوفر برايس 960000، يعني فرق 60000. عربيه ام جي زد اس فئه الكومفورت عامله 975 سعر رسمي، والسعر بالاوفر برايس مليون جنيه، يعني فرق 25000. عربيه ام جي زد اس فئه اللكشري سعرها الرسمي مليون و20000، والسعر بالاوفر برايس مليون و80000 جنيه، يعني فرق 60000 جنيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم مع فيديو جديد. في ظل التخفيضات اللي احنا عمالين نسمع عنها وبننقلها لحضراتكم في عالم السيارات في مصر نتيجة بقى توفر الدولار والظروف الاقتصادية اللي بتمر بها مصر، لقينا إن في معارض بتعمل حركة غريبة جدا، بتنزل أوفر برايس على العربيات بتاعتها. يعني إزاي يا جماعة؟ احنا غطينا إن في توكيلات أو وكلاء نزلوا السعر الرسمي، خفضوا السعر الرسمي عن السعر العادي، في وكلاء تانيين ثبتوا السعر الرسمي، في معارض شالت الأوفر برايس من زمان. لقينا بقى ان في معارض عامله ايه؟ بتزود وتحط اوفر برايس، يعني رجوع بقى الظاهره اللي هي اصلا الظاهره اللي كانت تعتبر واكله السوق المصري من ناحيه العربيات، وافظع ظاهره في السوق المصري من ناحيه العربيات وهي ظاهره الاوفر برايس. احنا عارفين الاوفر برايس ده هو الزياده اللي بيحطها المعرض على الثمن الرسمي للعربيه، عشان خاطر بقى يقول لك ان انت بالنسبه لك لما تيجي تحجز في المعرض او تاخد عربيه معرض هتلاقيها قدامك موجوده، اما لما تروح تحجز في الوكيل او عن التوكيل هيقول لك ماشي ادفع عربون حجز، وبعد كده ممكن لا قدر الله بعد كده تلاقيهم بيتكلموا يقول لك والله العربيه هتوصل بس هيبقى في زياده على سعرها، زي ما حصل في اول ايام الازمه مع توكيل تويوتا. لكن دلوقتي برضو احنا المفروض ان مفيش حاجه اسمها بقى اوفر برايس في ظل الاسعار اللي بتنزل والاسعار اللي بتتخفض. ده كمان في كذا نقطه بقى عايزين نناقشها مع بعض. اول حاجه، ازاي اصلا اوفر برايس على عربيات التوكيل الرسمي بتاع او التوكيل بتاعها نزل اسعارها اصلا الرسميه؟ يعني حضرتك بتتكلم ان ام جي 5 وام جي زد اس العربيتين دول نقلنا لكم قبل كده ان توكيل المنصور اللي هو التوكيل الحصري لبراند ام جي في مصر نزل بقى الاسعار الرسميه للعربيتين دول. طب ازاي بقى المعارض تروح تحط عليها اوفر برايس؟ دي نقطه. طب نقطه ثانيه، هل العربيتين دول المعارض اللي بتحط عليها اوفر برايس عارفه انها مش موجوده مثلا عند التوكيل؟ فعارفه لما تروح حضرتك مثلا تروح للمعرض تقول له انا عايز العربيه دي بالسعر الفلاني، يقول لك والله لا دي نزل عليها اوفر برايس كذا. طب ازاي ده؟ هي اصلا التوكيل مخفض سعرها. خلاص حضرتك روح حضرتك بالتوكيل، حضرتك تروح تجيبها بالتوكيل ما تلاقيهاش، فتضطر ترجع تاني للمعرض، ممكن يكون عشان خاطر حاجه زي كده هم عاملين الاوفر برايس. نقطه برضه كمان، هل العربيه دي عليها اصلا اقبال؟ يعني احنا عارفين ان في عربيات اصلا في السوق المصري بتطلب على طول، نيسان وتويوتا دول يعتبر اكتر براندين، وكمان التوكيلات اللي او البراندات اللي الكوريه وبراندات اليابانيه والصيني كمان دخل في القصه ايه مطلوبين بكثره. لكن ام جي مش من العربيات اللي هي فيها اعاده بيع وفيها برضه اقبال. هديكم مثلا مفاجاه معينه كده، ان نيسان صني رغم انها عربيه عليها جدل جامد جدا في السوق المصري، بس العربيه دي يعتبر محققه اكتر مبيعات. كنا برضه نقلنا قبل كده حاجه زي كده في فيديو. فازاي حضرتك دلوقتي كمعرض بتعمل زياده على عربيه زي دي اوفر برايس رغم العربيات دي مش مطلوبه للدرجه؟ طب نقطه كمان، هل بقى هنلاقي مستهلكين يروحوا للعربيه؟ يعني دلوقتي حضرتك احنا يعني كمستهلك خلاص لقيت ان في اوفر برايس ما بقاش موجود، ولقيت ان في وكلاء بينزلوا كمان السعر الرسمي، فلازم بقى تستغل الفرصه ان انت كمان تستنى والعربيات الشراء سعرها ينزل. فهل بقى هنلاقي ان في ناس فعلا حرفيا مستهلكين راحوا يشتروا العربيه؟ طب نقطه كمان، هل العربيه اصلا بالسعر الرسمي سعرها عادل؟ يعني سعرها الرسمي 900 وشويه، هل اساسا ده السعر العادل لام جي؟ لا طبعا. طب ازاي بقى حضرتك كمعرض بتزود سعر العربيه بتحط لها اوفر برايس وهي سعرها اصلا الرسمي بتاع التوكيل مش عادل اساسا؟ يعني ازاي انا حاطط سعر معين عالي وحضرتك تحط كمان عليه سعر تاني فيبقى عالي، يعني بتعلي في العالي يعتبر؟ طب ازاي؟ عامة هو كان خبر غريب فحبينا نقله لحضراتكم في نهايه الفيديو، برده حابين ان احنا نديك نصيحه ما تروحش تشتري حاجه بالاوفر برايس عشان خاطر ممكن لا قدر الله ظاهره زي دي ترجع تاني. يعني من ضمن الحاجات الكويسه والنتائج اللي ادت ليها حوار بقى انخفاض الاسعار على العربيات والكلام ده كله ان ما بقاش فيه اوفر برايس، لكن حضرتك او غيرك ممكن لا قدر الله تسهموا او تساهموا ان حاجه زي كده ترجع تاني. لو لا قدر الله حضرتك مثلا رحت اشتريت او غيرك هترجع برده الظاهره دي تبقى موجوده تاني، لان خلي بالكم يا جماعه ان المعارض او السوق عامه عرض وطلب. يعني مثلا بتوع السوق المستعمل حتى قبل العيد كنا بنتكلم معاهم ان مثلا هل اسعار هتقل بعد العيد، فيقول لك لا والله ما فيش اسعار هتقل بعد العيد، ده بالعكس ده ممكن تزيد. الناس دي بتتكلم بناء على العرض والطلب، فنتمنى ان حاجه زي كده ما ترجعش تاني، لان الاوفر برايس بيدمر سوق العربيات تعتبر، وبيخلي اصلا ما حدش يشتري عربيه من الجشع بتاع الاوفر برايس. نهايه الفيديو بقى لو عجبك الفيديو ده عامله بلايك وشير وسبسكرايب، ونقابلكم ان شاء الله مع فيديو تاني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.